الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم هنا بملعب مركب محمد الخامس على ايقاعات الديربي 108 بين الاخوه الاعداء. اذا المكان ملعب مركب محمد الخامس، والزمان الاحد 18 من ابريل 2010، والحدث الديربي 108 ديربي الاخوه الاعداء. انه وقت بدايه العرض ورفع الستار. من فضلكم اطفئوا هواتفكم واجلوا الحديث مع من بجانبكم، واتركوا الاحاسيس تتكلم ولا تحبسوا الانفاس كي لا يرتفع الضغط. ففي اخر المطاف هي لعبه ومتعه، ودعونا نقف، دعونا نصفق لهذه الجماهير. يا الله يا الله، ماذا نرى هنا بمركب محمد الخامس؟ هنا بين الجرين بويز والوينرز فرجه ومتعه واداء، ولا اجمل ولا اروع. بعدسات المصورين، بكاميرات تلفزيونات العالم، نتابع صور جميله. هذا هو ادائنا، هذا هو مستوانا، هذا هو ملعبنا وجمهورنا، هكذا هي اجواءنا. هذا هو احسن ديربي في القاره الافريقيه بين العشر الاوائل والاول عربيا. نعم، لقاء الرجاء والوداد. هنا كلوب مونديال، بيبليك سون ريفال. هنا نادي عالمي وجمهور لا يناقش ولا يعني ليس له منافس. هكذا تكتب الرساله جمهور جماهير الرجاء البيضاوي، فيما الوداد فاك هكذا تطالب، هكذا تمني النفس الليله امام الرجاء البيضاوي. هذه الصور ستبقى خالده جميله جدا، ستبقى منتظره في انتظار رساله الوداد التي ستستعد الان pour la gloire de la nation, pour ce public et sa passion. هكذا ستكتب الان وهكذا سنتابعها وننتظرها في رساله الوداد التي يجد الوينر صعوبه هنا في اظهارها لحد الان، وهو يسرع في ادائه. 3 تيفوهات لجماهير الرجاء واثنين للوداد البيضاوي. ملايين صرفت من اجل هذه الاجيال الجميله، من اجل هذا الروعه في الاداء. برافو يا من تمتعون، يا من تبدعون، يا من حققوا فرجه كرويه جميله. لم يتوقع من صنع الالترا في الستينات بايطاليا ان يرى هذه الصور الجميله. دربيات العالم لعبت ولم نتابع فيها هذا الاداء، هذه التيفوات. برافو، هنا تيفو اخر للرجاء. العرض لم يكتمل الان، تيفو اخر للرجاء يصعد الان ويقلب التيفو. كاول مره يصنع هذا التيفو في المغرب، اول مره بافريقيا، 3 مرات فقط في اوروبا. الرجاء العالمي فوقه الكره الارضيه، احد اكبر العناوين للخضراء، اكبر العناوين لمن لعب في مونديال 2000. الترا وينرز هنا تكتب وتتغير الصوره على يساري كتاني تيفو، ولا زلت احاول وصف الصوره واتمنى ان اكون موفق في وصفي ان شاء الله، ونبقى في المكان الوسط الذي اقف فيه، ان ابقى وسط ان شاء الله، وهذا ما اتمناه. صعوبه جدا، اجمل ما يمكن ان يراه المرء. كيف يمكن ان تحس بهذا الاحساس الرائع والجميل؟ الم اقل لكم انه العرض، الم اقل لكم انه بدايه العرض. نعم، لم يخطئوا، لم يبذلون شهر هنا من الانجاز، واسبوعين هنا. 7 مليون سنتيم لجماهير الرجاء و4 مليون سنتيم لجماهير الوداد كي يصنعوا صوره ستبقى تتجول بين الوسائل الاعلاميه العالميه. اخذتم الفرجه من رقعه الميدان في انتظار 90 دقيقه. هل ستعطينا فرجه؟ هل ستعطينا متعه؟ هذا ما ننتظر، هذا ما نمني به النفس. اجواء احتفاليه على طريقه ملعب البونبونيرا، واقول دائما هذا والله ليس ملعب البونبونيرا، هذا مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، بقلب البيضاء، باحد احسن دربيات العالم. من صنفته الفيفا سابعا، صنفه www.footballderbies.com كعاشر ديربي عالميا، ابرز الديربيات. برافو. وسانتقل الان لاعطي للاعبين حقهم ولتشكيله الفريقين. اذا الوداد يدخل بالتشكيله التاليه: في حراسه مرمى نادر المياغري باقي الاسماء: هشام اللويسي، خالد السقاف، ماما دونداي، احمد الوالي العالمي، عبد الحق اي تعريف، محمد بن رابح، ليس مويتيز، لويس باسكال، فوزي عبد الغني، واحمد اجدو. الاحتياط: كريم فقروش، الحسين زيدون، مصطفى بيضودان، ايوب سكوما، مراد المسن، هشام جويعه يدخل في كرسي الاحتياط، وهناك محمد بركات المدرب باتو السكي. الرجاء يدخل بالتشكيله التاليه: طارق الجرموني في
ما